بينا يا حبايبي نعمل الفطاير الخطيرة. احنا اخر الشهر بقى مش لاقيين حاجة نعملها والدنيا ضاقت. اي حاجة نفطر بيها الولاد بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتكلفنا كتير، وكل حاجة موجودة عندنا في البيت. ماشي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين الفطاير؟ بصوا، جميلة جدا ومفيدة جدا ومليانة بالقيمة الغذائية للأطفال جدا. انا عايزة اقول لكم رودينا واقفة بتاكل منها. شايفين طعمها حلو قوي 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 قوي. يلا بينا، وما ننساش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي. بحبكم في الله، ده حياتي وده شغلي. يلا بينا يا حبايبي نبتدي في اكلتنا ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. دي انا بسميها اكلة المفلسين، اكلة اخر الشهر. منها ببسط الولاد ومنها باخد اي حاجة باقية في التلاجة بعملها بيها. يلا بينا ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا بيضتين. اول حاجة هننزل بيهم البيضتين، معلقة من السكر، معلقة ملح. نقلب المكونات كويس. 10 جرام من الخميرة، سواء خميرة بيرة أو خميرة فورية. أنا بحب أستخدم الخميرة البيرة في المعجنات. هننزل بكوباية ونص من المية، هننزل بكوباية من اللبن، هنحط 3 كوبايات ونص من الدقيق. ادي كوباية، 2، 3، 3 ونص، 3 كوبايات ونص، يعني 430 جرام من الدقيق. 430 جرام. هنقلب بقى كويس. هنغطيها بقى ونسيبها لمدة نص ساعة تخمر. احنا عايزين القوام ده، شايفين بالشكل ده كده، زي قوام الكريب بالظبط. هنجيب طماطمايه، هنبتدي بقى نقطع الخضار بتاعنا. هنجيب طماطمايه هنقطعها، هنجيب بطاطايه هنبشرها، وبصلايه، نص فلفلايه صفرة، نص فلفلايه حمرا، قرن فلفل اخضر كامل هنقطعهم. هنقطع شويه من الزيتون، هنقطع لانشون، هنقطع مقدار كده ربع كوبايه. وبعد ما العجينه عدى عليها نص ساعه هنشيل بقى الكيس بتاعنا. شايفين؟ هننزل بقى بالخضار بتاعنا. وهنقلب كويس. اللي ولاده يا جماعة ما بياكلوش ومش عارف ياكلهم، والولاد بيقرفوا جدا من الاكل، يعمل الحاجات اللي زي كده. الحاجات اللي زي كده بتبسط الاطفال جدا 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 جدا. يعني انا عايزه اقول لكم الولاد بيستمتعوا بالاكله دي وهم مش عارفين انا حاطه فيها خضار ايه. يعني انا عندي بنتي ما بتحبش البصل يبان في الاكل، حاطه لها بصل. ابني ما بيحبش الطماطم، حاطه له طماطم. بتاعتنا هنحط نقطه من زيت زيتون. هنمسحها كويس. لازم نسخن الطاسة. هننزل بقى بعد ما الزيت بتاعنا غلي. شايفينها بالشكل ده كده. نبتدي بقى نحرك فيها بالراحة بالسباتولا بتاعتنا عشان نشيلها نقلبها. هنفضل بقى نضغط عليها عشان السوائل اللي فيها تخرج، عشان نتأكد ان هي استوت. نقلب بقى على الوش التاني. كده خلصناها بالشكل ده يا حبايبي. بقى هنطلعها من النار.
يلا بينا، هنعمل معاكم واحده كمان. 2 3. يلا اهو. قلبناها على الناحيه التانية، هنقلبها بقى على الوش التاني ونضغط بنفس الطريقه عشان السوائل كلها تطلع كلها منها. هنطلع بقى باللي عملناه ده. بصوا شايفين؟ هنخلص بقى الكميه بتاعتنا وهنوريها لكم. بعد ما خلصنا الكميه بتاعتنا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تحفه وجميل جدا. يعني هو احنا ممكن ناكله كده بالشكل ده، او ممكن نحط فيه جبنه. اللي عايز ياكله باي حاجه مفيش مشكله. انا ما كانش عندي جبنه موتزاريلا ما حطيتش، اللي عنده يحط. على فكره حلوه جدا، انا مجرباها قبل كده بالجبنه الموتزاريلا، حلوه جدا. شايفين؟ يعني بصوا الحاجه جامده جدا، ويعني انا مش عارفه اتكلم عنها كتير. حلوه قوي 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 قوي. ما ننساش اللايك والشير ونفعل الجرس في قناتي. بحبكم في الله، ده حياتي وده شغلي.